اضطريت إني أستحضر زي الحكواتي مرة أخرى وأعيد بنائه عن طريق إني ذهبت لأسواق البالة الموجودة بدير البلح، قدرت إني أحصل بعض الأقمشة وصنعت هذا الزي خلال فترة الحرب لأقدر أنفذ هيك أنشطة مع الأطفال. أنا أحد من النازحين وأحد هدول النازحين اللي تركوا كتير أشياء بالبيت ومن ضمنهم الزي اللي كنت بلبسه أثناء أنشطتي. اليوم الأطفال بحاجة ماسة لهيك أنشطة، بصراحة بلاقي قديش الأطفال بيكونوا سعداء إنه موجود عنا الحكواتي، أجا عنا علاء الدين، علي بابا. شفنا في شخصية الحكواتي إنه بحكي لنا قصص حلوة حلوة جدا جدا لدرجة صرت يعني متعلقة فيكم. وهدول القصة اللي أعطاني إياها عمو محمد يعني حفظتهم وحفظت أهلي كمان عشان إيش يخلفوني إياهم قبل النوم.